السلام عليكم. ان شاء الله النهارده بعد ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن انواع كاميرات المراقبه. تمام. و وانواع العدسات والفرق بين الانفي ار والدي في ار. Please, النهارده please, هنتكلم عن please, الكاميرات I'm begging الاي you, بي اللي هي please. دي I'm كاميرا desperate. فول I اي don't بي. know what to تمام. do. Please ده السوكت subscribe. بتاعها ار جي نت عادي خالص. تمام. وكابل باور الاتنين دول. تمام. اللي هم مكونات الكاميرا، يعني اللي بيوصلوا الكاميرا. وده شكل الكاميرا. تمام. كاميرا عادية خالص، ما فيهاش اي فرق بينها وبين الانالوج في الشكل، بس الفرق في دي كاميرا بوليت. تمام. ودي الكاميرا الدوم زي ما انتم شايفينها كده، هي نفس الكاميرا. تمام. شبه الاتش دي بالظبط، بس الفرق في الوصلات بتاعتها. طيب، ايه بقى الفرق بين ايه مواصفات الكاميرات الاتش دي الاي بي اسف. تمام. الاول احنا هنتكلم في الفيديو ده عن كاميرات الاي بي وبتشتغل ازاي، وهنتكلم على السويتشات البي اي وعلى مكونات شبكه كاميرات الاي بي. تمام. اول حاجه الكاميرات الاي بي دي يعني كاميرات شبكيه او كاميرات رقميه بتتوصل على شبكه الانترنت مباشره، ممكن توصلها بالراوتر على سويتش مباشره. تمام. والكاميرا التسجيل بتاعها بيبقى هي الكاميرا بتبعت الفيديو جاهز، يعني يتحفظ على الام في ار، بعكس الكاميرات الاتش دي. الكاميرات الاتش دي بتبعت سيجنال للام في ار يعالجها ويحفظها. فدي ميزه من المميزات. تمام. والكاميرات دي مش محتاجه تمديدات كتير، هو كابل واحد، كابل نتورك يوصل بين الكاميرا والجهاز او بين الكاميرا والسويتش، والكاميرا معاك بتشتغل. طيب، طبعا قلنا دي بتشتغل بكابل كو اكسل، كابل يو تي بي. الكاميرات الاتش دي بتشتغل بكابل كو اكسل. ماشي. وبتوصل على الاي بي، بتوصل على النت على طول او على السويتش على طول. ماشي. وبتقدر من اي مكان في الشبكه الداخليه تقدر تفتح كل كاميرا منفصله عن لوحدها. الام في ار او الاتش دي ما بتعملش كده، انت لازم تفتح الدي في ار كله. وبالنسبه للاي بي انت ممكن تركب عدد كاميرات كبير جدا، وتقدر برضو تتحكم فيه عن طريق الشبكه، كل كاميرا منفصله و او كلهم على جهاز دي في ار لوحده. تمام. الدي في ار مش كده، او كاميرات الاتش دي مش كده. تمام. معظم كاميرات دلوقتي الاتش دي اسف الاي بي بتدعم خاصيه اسمها بي او اي، او باور اوفر ايثرنت. يعني الكاميرا يخش لها باور. تمام. وبيطلع الباور منها من السويتش بيطلع باور وسيجنال في كابل واحد بيخش في الكاميرا في الارجحيه دي من غير كابلات تانية. يعني كابل الباور ده، وصلة الباور دي، ما بنستخدمهاش الا في حاله واحده، ان احنا ما عندناش سويتش بي او اي. لو عندنا سويتش بي اي ده بيتلغي خالص وكانه مش موجود، وبنوصل الكابل بتاعنا هنا. تمام. هوريكم انا دلوقتي سويتش بي او اي. تمام. ونشوف شكله مع بعض بيبقى عامل ازاي. سويتش البي او اي، انا عندي هنا سويتش صغير هنبص عليه برضه. بس طبعا كل حاجه كل ماركه بيبقى لها يعني كل شبكه او على حسب الشبكه بتاعتك بتقدر تتحكم في الايه، عدد السويتشات. لان السويتش اللي معايا ده مثلا اهو. تمام. Like ده and سويتش 8 subscribe. بورت. تمام. دول 1 2 3 4 5 6 7 8. دول البورتات بتاعت السويتش. هتلاقي هنا في كل ليد كل بورت لمبتين، واحدة للداتا واحدة للبيو اي. وعندك هنا رقم 9 و10، دول الربط. في الغالب بتبقى البورتات دي 10 100، يعني بتنقل 100 ميجا في الثانية. البورتات الربط دي بتبقى 1 جيجا، عشان يجمع كل الداتا اللي طالعة من الكاميرات دي ينقلها لسويتش تاني او الام في ار
ما يحصلش اي ديلي وتاخير في اسمه ايه ده، تاخير في الصوره. تمام. فالسويتش ده بيطلع الكابل الايثرنت العادي، تمام، بيطلع معانا باور وداتا في نفس الكابل، بيتوصل في الكاميرا على الارجحيه. تمام. في طبعا تاني جودة الصورة بالنسبة للكاميرات الاي بي. كاميرات الاي بي جودتها بتوصل معاك لحد 12 ميجا. تمام. في المقابل الكاميرات الاتش دي قلنا جودتها اخرها 5 ميجا. اهم ميزة بقى في الكاميرات الاي بي ان انت تقدر تزود عدد كاميرات زي ما انت عايز، وهتزود بس سويتش وتضيف عليه كاميرات. فانت كده الكاميرات يعني انت ممكن تجمع كل كاميرات مكان واحد على سويتش وتنقله لنقطة تانية، بدل ما في الكاميرات اللي هي ال HD بتنقل كل الكابلات لحد الجهاز. فدي شبكة مرنة تقدر توسعها بسهولة عن طريق السويتش. تمام. وطبعا فيها يعني إمكانيات أعلى. ال HD آخرها مثلا يقول لك إن أنا عندي بعمل موشن ديتكشن، بيديتكت الحركة. تمام. في كاميرات طالعة دلوقتي بيقول لك فيها AI، بس ده بيبقى مش حاجة عملية قوي، لأن الكاميرا مش بتديك كل الأوبشن ده. عندك الكاميرات اللي هي الاي بي، انت عندك بتعمل موشن ديتكشن، بتعمل فيس ديتكشن، بتعمل فيس روجنايزيشن، بتعمل لاين كروس، بتعمل بيبل كاونتنج، بتعمل هيت ماب. فكل فيها اوبشنز كتيره طبعا غير الديب مايند او الاوبن الاي اي انتليجنس. تمام. فدي اوبشنز كتيره جدا بتديها لك الكاميرا، طبعا بعد جوده الصوره اللي هي ما تتقارنش طبعا بالاتش دي، وسهوله التركيب والثبات وسهوله الصيانه. انت عندك في الكاميرا الاي بي الكاميرا مش شغاله، اول حاجه بتبص عليها هتروح تبص على الارجيه بتاعتك سليمه ولا لا، السويتش مطلع بي يو اي، تمام، الكابل سليم او لا، ما عندكش مشكله الباور ضعيف الباور عالي، الحاجات دي. طيب عندنا بقى ايه العيوب في كاميرات الاي بي؟ انها غاليه شويه، بس في مقابل انها غاليه بتديك امكانيات واداء احسن. تمام. محتاجه شبكه كويسه متاسسه كويس، ما ينفعش تجيب كابلات رخيصه وتشغل عليها الكاميرات هتديك اداء كويس. بس في المقابل ان انت Don't عندك forget to subscribe. كابلات متاحه وسهل تعرف الكابل السليم من الكابل اللي مش سليم. في الاتش دي كل الكابلات ما اعتقدش ان انت ممكن تلاقي كابل كويس، غير نادر جدا يعني. بس ده كل الايه الموضوع عن الكاميرات. فاحنا عندنا مكونات الشبكه بقى بتاعت الكاميرات الاي بي. عندنا الكاميرا الاي بي بتاعتنا، تمام، اللي هي دي، ده شكل الكونكتور بتاعها، تمام. وعندنا السويتش بتاعنا، تمام، والام في ار، وطبعا الوايرز او الكابلات على حسب التمديد. والسويتشات بتاعتنا بنضيفها، بنزود سويتشات على حسب عدد الكاميرات اللي عندنا. ايا كان العدد مش هيعيقك في حاجه، لان انت كل ما تحب تزود هتزود سويتشات، هتزود معاك عدد الكاميرات بتاعتك. طيب ده كل حاجه عن الكاميرا تقريبا. طبعا الكاميرات الاي بي تحديدا فيها موديلات كتير، فيها اوبشنز كتير، و جودتها بتختلف من ماركة لماركة طبعا، بس مهما تقارنت بحاجة تانية هتلاقيها هي الأفضل الاي بي أيا كان الماركة. وده تقريبا معلومات سريعة كده عن الكاميرات الاي بي. إن شاء الله الفيديو الجاي هنتعلم مع بعض ازاي نوصل كاميرا اي بي ونضيفها على انف ار، وازاي نطبق اي بي، وازاي نغير الباسورد بتاعها. فلو وصلت بالفيديو بتاعنا لحد هنا ممكن تعمل اشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، وشغل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. شكرا، مستنيين
مستنيكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.